انا اصلا ما كنتش اعرف ان انا بيبل بليزر خالص. يعني الناس كل ما هترضيها كل ما هتبقى عايزه تاني. امال ايه؟ انت فاكر ايه؟ يزعلوا ويتفلقوا، واللي عايز يزعل يزعل، واللي عايز يولع يولع. انت حقك في الحياه ان انت تعيشها بطريقتك. تستاهل تكون في حياتي. عارفه انا برفض ليه؟ كلا البتة. ودي كانت غلطه شنيعه شنيعه فظيعه. ليه؟ لان هو البني ادم كده، ضغط يولد العنف في رد الفعل. بلوك. معركه بقى. لا والله يأس عندي شغل. مش قادر يا اسطى. اللي هيتضايق الشخص اللي كان بيستغلك. عندك حياة. مساء الخير أو صباح الخير أينما كنتم، ومعكم حلقة جديدة من منظور بنت عشرينية مصرية، أو بنت مش هتبقى عشرينية قريب بس مصرية. ليه؟ لأن أنا هكمل 30 سنة في ديسمبر إن شاء الله. هابي بيرث داي تو مي مقدما. إحساسي إيه؟ حاسة إن كنت أبقى المفروض متعلمة حاجات كتير أكتر من اللي أنا أعرفه دلوقتي، مش كمعلومات، مش نوليدج. يعني حاسه اني المفروض اكون في حاجات معينه مش بعطل فيها، بما ان انا عطلانه فيها بقالي سنين يعني. ومنهم people pleasing، وعدم احترام من اشخاص معينه. عدم الاحترام ده مش معناه طبعا الاهانه، يعني قصدي بمعنى عدم الاحترام ان شخص مهما عرف عنك تفاصيل، مهما عرف قد ايه وقتك مشغول، مهما عرف قد ايه انت شخص حساس، مهما عرف ايا كانت حجم المعلومات اللي هو يعرفها عنك، ولكن في شيء ناقص عشان يحترمك ويحترم وقتك ويحترم شخصيتك ويحترم احساسك. انا كنت فاكره في بدايه هذه الرحله. انا اصلا ما كنتش اعرف ان انا شخص بيبل بليزر خالص. يعني كنت عادي عايشه الحياه مش حاسه ان في حاجه غلط يعني، لحد ما تقريبا حصلت ترانزيشن من بعد ما انا سافرت وجيت، او حصل وانا هناك. مش عارفه هو حصل امتى بالظبط، بس ادركت قد ايه ان الوقت مهم. مش بس فكره انه تايم از ماني والكلام ده، لا، هو الوقت مش بس فلوس، هو الوقت مهم في جوانب كتير تانية. مش شرط يكون الوقت عشان بيترجم لفلوس فيبقى مهم، لا، ممكن الوقت ده يكون بعمل فيه حاجات اخرى. يعني معنى حياتي مش كلها انا مش قاعده مكنه فلوس يعني، ولكن ممكن الوقت ده اخده علشان افكر في مشكله، افكر لحل في مشكله، عشان اقضي وقت ذو جوده مع اصدقائي، مع عيلتي. يعني الوقت مهم، ماشي، يعني نتفق على هذه النقطه. طب وادركتي ايه تاني يا نور؟ ادركت ان للاسف مش معنى ان انا اعرف عنك ان انت مشغول يبقى انا هحترم وقتك ومش هحط عليك ضغط علشان اخد حتة من وقتك ده لصالحي. وادركت ان مش معنى ان انا اعرف ان انت انسان حساس يبقى انا هحترم مشاعرك واحساسك ده طول الوقت، ولا حتى ربع الوقت ولا خمس الوقت ولا اي حاجة. يعني ممكن ما احترمكش انت من اولك على اخرك اساسا باحساسك. وادركت انه الناس كل ما هترضيها كل ما هتبقى عايزة تاني. عارفين ليجاسي لما قال تاني تاني تاني؟ اهو تاني تاني تاني. فالناس هتديلها وقت هتبقى عايزة اكتر، هتديلها اهتمام هتبقى عايزة اكتر. يعني انا افتكر في واحدة من اصدقائي كنت دايما بسقط، يعني بقعد فترات طويلة هي مسافرة بره وانا مسافرة بره، وكنت بسقط ان انا اسأل عليها، وده طبيعي يعني عشان الدنيا تلاهي، الدنيا تلاهي. فكانت دايما تقول لي انتي ما بتكلمنيش ولا حتى رسالة. فقلت يا بنتي يا نور، رسالة مش مشكلة، اتس اوكي. نبعت للبنت رسالة نقول لها ازيك، هاو ار يو، يومك عامل ازاي، الدنيا ماشية ازاي، انت كويسة تمام. بقيت اعمل كده. فتقوم رد عليا انت مش هين عليكي حتى ترفعي سماعة التليفون وتكلميني؟ الله. بقينا بنكلم الست هانم. الو، ازيك يا ست هانم، عاملة ايه، اخبارك ايه؟ تمام كويسة الحمد لله تمام، باي باي. انت مش هين عليكي حتى تيجي تشوفيني؟ اجي اشوفك فين؟ لا انت كده وسعت منك قوي. انت قاعده حضرتك في بعيد عني ساعة. يعني احنا الاتنين كنا مسافرين ولكن قاعدين في مناطق مختلفه يعني من البلد. عايزاني اركب طياره ولا اركب بقى باص ولا اشوف اركب ايه عشان اروح اشوفها؟ بغض النظر بقى، يعني هي ما بصتش لاي حاجه في حياتي تانية. ما بصتش انا قد ايه عندي شغل، انا قد ايه حاولت ارضيها.
يعني انا بسأل عليها عشان ارضيها، انما انا عارفه ان هي كويسه الحمد لله تمام وعايشه وبتاكل وبتشرب وبتشتغل والدنيا جميله. فمجرد ما انت بدأت في سلسله ارضاء شخص ما، فالشخص ده هيفضل عايز تاني. وده مش معناه ان هو شخص مش كويس، ومش معناه اي حاجه، شخص كويس وجميل وكل حاجه، بس ده مش معناه ان هو هيحترم ده او هيقدر ده، بما انك بتعمله بصفه مستمره وبتيجي على نفسك عشان تعمل. حلو الكلام، حلو الكلام. فده تالت ادراك او رابع ادراك والله ما انا فاكره. مهم يعني، والحل ايه بقى؟ يعني نرضي البني ادمين عايزين اكتر، نيجي على حساب نفسنا ولا حساب وقتنا احنا بننهار، احنا مش فاضيين، حتى لو فاضيين انا عايزه ابقى قاعد ما بعملش حاجه، او عايزه ابقى قاعد بفكر في حاجه في مستقبلي، عندي مشكله بحلها، عندي اي حاجه، مش لازم ابقى قاعد ايدي ورجلي وبقي شغالين عشان ابقى مشغول. وفي حاجه كمان بس قبل ما ندخل للحل، فكره الاتاحه. يعني انا كنت شخص متاح جدا جدا جدا، اي حد يبعت لي واتساب ارد، اي حد يكلمني ارد، اي حاجه تحصل أنا على طول انا متاحه، حتى لو انا فعليا مش متاحه. فدي غلطه شنيعه لحد النهارده لسه بدفع ثمنها. انت ما ردتيش ليه؟ انت ما بعتيليش ليه؟ انا بعتلك بقالي ساعه. انت ليه مش عايزه تنزلي النهارده؟ طب ليه مش عايزه تنزلي بكره؟ طب ليه ما كنتيش عايزه تنزلي امبارح؟ طب انت ليه كده؟ طب انت ليه ايه؟ طب انت ليه؟ بدأوا ينسوا ان انت شخص عندك حياة غيرهم. يعني انا حياتي فيها حاجات تانية. يعني انا لو نفترض ان ده حد من صحابي، فانا عندي صحاب تانية، وعندي اهلي، وعندي شغلي، وعندي زمايلي في الشغل، وعندي مناسبات بحضرها، وعندي كونتنت بصوره، وعندي. انا حياتي مش بس انتي او مش بس انت، يعني فاهمين؟ كل انسان كل ما انت تديله يفضل يفتكر ان هو واخد حيز كبير من حياتك، ويفترض ويتفاعل ويفعل على هذا الاساس. بس مين السورس؟ مين مين المصدر؟ انت. سوري انا اسفه، مش قصدي اشاور عليك، بس يعني هي جت كده. ف او احنا السبب، احنا السبب في ده. طيب الحل ايه بقى؟ يعني انا احل المعضله الكلكوعه دي ازاي، اللي انا بعاني منها بقالي سنين؟ انا هقول لك على حاجه. الله اكبر، الله اكبر. خليني اقول لك الحل، بس خليني اقول لك قبل الحل الموضوع ممكن يتعقد منك. امال ايه؟ انت فاكر ايه هي بالسهوله دي؟ تقعد ترضي الناس كل السنين دي وترضيهم كلهم على حسابك وتبقى عايز تحل الموضوع في يوم وليله؟ لا مش هينفع. انا من الشخصيات، واعوذ بالله من كلمه انا مش من الشخصيات اللي بتاعت يزعلوا ويتفلقوا، واللي عايز يزعل يزعل، واللي عايز يولع يولع، ومش كده. ليه بقى؟ دي مشكلة تانية. لأن أنا مش شخص بس أحب إرضاء الآخرين، أو كنت أصنف نفسي كنت أحب إرضاء الآخرين. أنا كنت كمان شخص لا يحب النزاع والخصام والكونفليكت، يعني التضارب، يعني أو إن أنا أواجه. محبش المواجهة، محبش الحاجات الحادة. ومع ذلك وقعت في حفرة إن من كتر ما أنا بعوض بقى السنين اللي أنا قعدت عايشة بقى في إرضاء المجتمع وشمعة تحترق والكلام ده، عوضت ده في ان انا عايزه اغير التغيير ده فجأة يوم وليله. لان انا رجعت بقى من امريكا بهذه العقليه، رجعت مصر وخلاص انا هقعد هنا شويه، فانا كان لازم احمي حدودي واحمي التغيير اللي حصل لي ده باي طريقه. انا خلاص انا وصلت لمرحله انا مش عايزه ارجع ولا خطوه لورا، انا مش عايزه حد يفتح بقه معايا. فبقيت هجوميه جدا، وبقيت حاده جدا، وبقيت فعليا بزعل ناس كتير مني، حتى اقرب الناس ليا. وما خدتش بالي من ده غير بعد فتره. قلت يعني طب هو يعني مفيش حل في النص؟ هو لازم يا كده يا كده؟ يعني حاجة كده في النص. اكتشفت بقى ساعتها ان الحاجات دي بتيجي واحدة واحدة. يعني انا خلاص الفكرة اتزرعت جوايا، انا عايز احمي وقتي، عايز احمي حدودي، عايز احمي ارائي، عايز اعيش الحياة بالطريقة اللي انا عايز اعيشها بيها، مش عايز حد يتدخل. وده على فكرة ابسط حقوقك. يعني انت حقك في الحياة ان انت تعيشها بطريقتك. ده حق مش المفروض يتسلب منك خالص.
ولكن انت لازم تبقى عارف طبيعة المجتمع بتاعنا وطبيعة البلد اللي احنا عايشين فيها، وده على حسب البلد اللي انت عايش فيها. في بلاد ممكن اللي انت بتعمله ده ولا يفرق، لان في بلاد قائمة على فكرة الفرد، الانفراد، انه انت مع نفسك وخلاص محدش ليه دعوة. ولكن في بلادنا العربية احنا دولنا مش قائمة على هذا المبدأ خالص يعني. فانت لازم تلاقي التوازن عشان تعرف تتعايش في المجتمع. انا ممكن اقول لك كلام زي يتفلقوا واللي مش عاجبه وبتاع وفكك واعمل اللي انت عايزه وما تردش على التليفون وما تردش على الواتساب وسيب الدنيا تولع وتضرب تقلب. بس هو فعليا لو انت عايش في مجتمع انت هتبقى الوحيد اللي ماشي عكس التيار بالطريقة دي، انت اللي هتخسر. هتكسب ايه؟ هتكسب ماشي وقتك بقى كله بتاعك يا سيدي، ها هتقعد بقى تبلبط في ال 24 ساعة كل يوم 365 يوم في السنة؟ مش هتعرف تعمل كده. هل هتعرف تروح الشغل تحط البتاع اللي بيحطوها القطط لما يبقى عندها حساسية دي، تحط البتاعة دي وتروح الشغل تقعد على اللابتوب تك 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 تقوم مخلص ومروح، وهم بقى قاعدين بيطلبوا اكل وبيشوفوا هياكلوا شاورما ولا بتاع ولا كشري وانت قاعد مع نفسك لوحدك؟ وما تحسسنيش ان ده عادي، ده مش عادي. انت الوحيد اللي هتخسر لو اتعاملت مع طريقة استشفائك من ارضاء الاخرين بطريقة حادة وهجومية، وهتبقى مكروه جدا. وما تصدقش حد يقولك يكرهوك يكرهوك ويعملوك يعملوك. الكلام ده يا جماعة ما ينفعش مع البلاد اللي احنا عايشين فيه. وانا بقول لكم كلام عشان انا مريت بكل الكيرفات بتاعة الموضوع ده بالذات. بره ما حدش هيفرق معاه عادي، لو انت شخص هجومي وحاد هيتعاملوا معاك برضو في الشغل، هيتعاملوا معاك لانهم هناك ما عندهمش الحتة الاجتماعية بتاعتنا دي. ولكن احنا لا. طيب تعمل ايه؟ انا كل ده انا بحاول بس افهمك ان احنا في حاجات تنفع وفي حاجات ما تنفعش، ولكن في كل الحالات انت محتاج تحل المشكلة، لان انت طول ما وصلتش للميزان فانت كفتهم هتغلب. طيب انا بدأت اعمل ايه؟ انا بدأت افكر يا بنتي يا نور، look at me, you in control of your own life. هل كل الاشخاص اللي في حياتي مضايقني في الحتة دي بالتساوي؟ لا. هل كلهم بيستغلوا حتة ان انا عندي مشكلة في ان انا افضل راحتهم او سعادتهم على سعادتي او راحتي او وقتي؟ الحقيقة لا. هل كل الناس اللي في حياتي تستاهل تكون في حياتي فعليا بقى؟ اصلا ما انت بتبدأ بقى من الزيرو. مين بقى محتاج يمشي اصلا؟ يعني مين بقى اصلا ما ينفعش لا يصلح؟ وبعد كده تبقى تنزل درجة. طب هل في ناس يستاهلوا ارضائهم؟ طبعا في. طبعا في ناس في حياتك تستاهل ان انت تسعى لهم في حوائجهم، حتى لو ده على حساب وقتك وطاقتك ومجهودك. يعني زي الاهل، زي الاصدقاء المقربين جدا جدا جدا، وناس هي كمان عندها استعداد تديك زي ما انت بتديها، لان ده ساعتها مش هيكون طاقة مهدرة او وقت مهدر. لا يعني امك وابوك مثلا مش هنعد الجمايل، انت عايزنا نعد الجمايل؟ مش هنعد الجمايل. فانت لما تكون بتعمل لهم حاجة بسيطة او حاجة كبيرة، حتى تقعد معاهم تقضي معاهم وقت في البيت، بتخرج معاهم، بتسمع كلامهم، بيقولوا لك روح تسيب القعدة وتروح، بيقولوا لك اعمل بتعمل، ده جزء من رد الجميل. الناس بقى اللي هتخش لي في الكومنتس يقول لك جميل ايه، هم خلفونا، احنا ما اخترناش نتخلف، احنا ما اخترناش نكون في هذا العالم. حبيبي خلاص هو ده الواقع دلوقتي. هنقعد نقول احنا اخترنا وما اخترناش؟ الحقيقه دلوقتي ايه؟ ماما وبابا جابوك الى هذا العالم وربوك وعلموك وصرفوا عليك واجتهدوا فيك وانت الحمد لله ايه بني ادم وملوي هدومك. شويه بقى نرجع شويه من اللي خدناه. فكل الناس دي تستاهل واكتر من كده ان انت تعطي باي شكل من الاشكال. على الناحيه الاخرى بقى خالص في ناس ما تستاهلش اصلا ان انت تبص في وشهم. في ناس ما تستاهلش اصلا ان انت تسلم عليهم. في ناس ما تستاهلش في العموم. وده انت اكيد لو قعدت فكرت هتلاقي ان انا اللي بتكلم عليه ده شخص انت معطاء جدا معاه لمده طويله جدا من حياتك، وهو ما رجعلكش حتى 5% من العطاء ده، ولا على اي شكل من الاشكال، ولا على شكل تقدير حتى بالبق كده بقيقي.
اللي هو شكرا يا عم، مفيش حتى دي، مفيش ده. لا يستحق، لا يستحق اصلا. يعني بيعمل ايه في حياتك؟ يعني بيعمل ايه؟ ايه القيمه المضافه اللي هو بيضيفها؟ مش بيضيف اي حاجه، فده اصلا يطلع. ففي ناس هتخش وفي ناس هتطلع، ماشي، دول الفريقين اللي عندنا. هتيجي بقى في الفئه بقى اللي في النص، اللي هي الجري زون، اللي هي الناس اللي انا مش فاهم، هم اصحابي بس انا مش فاضلهم، بس هم بيوجعوا لي دماغي، بس انا مش عارف كل شويه سحلني في حوار. هم دول بقى بالظبط لو عرفت تطبق عليهم الحل، هم دول اللي هيريحوك من عقده ارضاء الاخرين دي. لان الاخرين في ناس مش بتابلاي عليهم، احنا قلنا عليهم اللي هم قرايبنا وحبايبنا واصحابنا وعيلتنا، وفي ناس اصلا اخرين بقى فعلا المفروض لا يصلحوا يكونوا في حياتك اصلا، وفي بقى الناس اللي هم في حياتك ولكن انت مش عارف تتصرف معاهم ازاي. طيب هديك مثال. الو نور، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ بقولك ايه، ما تيجي النهارده نروح، عندي مشوار عشان عايزه انقي فستان عشان الفرح بتاعك. لولولولولولولولو. طيب انا دلوقتي نور القديمه كانت هتعمل ايه؟ طيب ماشي، عايزه تروحي امتى؟ يا بنتي انا بلبس ونازله، يلا هعدي عليكي. ايه؟ قاعده بشتغل، وهي عارفه ان انا قاعده بشتغل مثلا، وعندي ميتنج كمان شويه، طب اعمل ايه؟ طب نور بقى القديمه كانت هتعمل ايه؟ والله العظيم يا جماعه، طب انا اجل الميتنج، طب اخد بقيه اليوم اجازه عشان لما ما ادخلش الميتنج يقولوا دي كاجازه. طب ادخل الميتنج وانا في العربيه، احط السماعات وادخل الميتنج، ولا اسجل الميتنج وبعدين ابقى اسمعه بعدين، ولا اقعد افكر ازاي احل كل المشاكل دي عشان انزل اروح معاها تشوف فستان لفرح، حاجه اصلا مش مهمه كلا البتة. هديكم مثال تاني، امثله من الواقع من حياتي. راجعه مثلا من الجيم، متكحوله مسلوقه، قاعده على الكنبه مش قادره اتحرك من مكاني حرفيا، يجي لي تليفون: ايه يا نور، ايه الاخبار؟ هتعملي ايه النهارده؟ والله مش هعمل حاجه. انت عايزه تعملي حاجه؟ المشكله ان انا بقول لكم، انا ببقى انا المشكله فيا. انت عايزه تعملي حاجه؟ والله ما افكر انزل شويه وبتاع، بس مش عارفه الوقت اتاخر قوي، بس عادي يعني، ماشي لو عايزه تنزلي يلا ننزل. طب عايزه تروحي فين؟ مش عارفه، شوفي انت عايزه نروح فين ونروح. طب خلاص ماشي، هلبس واعدي عليكي ونروح. انا اقفل السكه، طب انا اعمل ايه؟ طب اخد مسكن، طب ادخل استحمى يمكن افوق، طب اعمل استرتشات، طب اشرب قهوه. اكلمكم بقى الساعه 9 مثلا بالليل، لو شربت قهوه مش هعرف انام بقى. بخترع بقى مشاكل لنفسي تكمل معايا لتاني يوم. كل ده عشان انزل، عشان صاحبتي ما تتضايقش. هي حتى مش هتتضايق، مش هتقفل معايا وتقعد تعيط يعني، هي بس ممكن اللي هو نور مش فاضيه خلاص بقى. انا حتى دي مش عايزه حد يحس بيها، مش عايزه حد يقعد يفكر ان نور مش فاضيالي، وانا مش فاضيالك فعلا. يعني اعمل ايه طيب؟ دلوقتي بقى انا طلعت من حته الحده والهجوميه، عشان قلت لكم انا في ناس كتير قوي زعلت مني، وللاسف انا طبقت ده غلط. انا ولا فلترت الناس، ولا اخترت اسلوب كويس للرفض، ولا حتى حددت انا بيني وبين نفسي انا برفض ليه. ساعات كنت برفض حاجات لمجرد الرفض وانا عندي استعداد اعملها وعندي وقت يسمح ان انا اعملها. فبجد زي ما بيقولوا كده، اخدت الباطل بالعاطل، بالصالح بالطالح، بكله، ووحدت الاسلوب والطريقه مع كل الناس، ودي كانت غلطه شنيعه شنيعه فظيعه. المهم اللي انا وصلت له بقى دلوقتي هو ايه؟ انا لسه بقول لا عادي جدا، ولسه في ناس باجي على نفسي عشانها، ولكن بقيت mindful about it. يعني ايه mindful about it؟ يعني بقيت حاضره، عارفه انا برفض ليه، عارفه انا برفض امتى، عارفه انا برفض لما يبقى ده على حساب حاجه انا هعملها، راحتي، وقتي، شغلي، مجهودي. برفض على حسب الحاجة دي مهمة ولا لأ، هل أنا لازم أنزل النهاردة ولا لأ، هل أنا لازم أروح معاها المشوار ده ولا لأ. برفض على حسب مين الشخص اللي بيطلب مني. برفض على وعي، برفض بوعي، بفكر قبل ما برفض. ليه؟ عشان أنا فهمت إنه مش كل الناس هينفع تتعامل بنفس الطريقة، حتى لو أنا بحاول أحل مشكلتي، ولكن هم مش مسؤولين عن إن أنا كان عندي مشكلة. مفيش اي حد في الدنيا مسؤول عن ان انت كان عندك مشكلة معينة بتلازمك بقالها سنين،
محدش مهتم، محدش يتحمل مسؤولية انت ضيعت وقت قد ايه في الموضوع ده، محدش متحمل مسؤولية انت استهلكت قد ايه واستنزفت طاقتك قد ايه، محدش مسؤول غير انت. فانت ما ينفعش تحمل كل ده على الناس، لان انت هتبان ساعتها ان انت you are crazy، ان انت شخص عندك خلل، مريض نفسي. وانت مش مريض نفسي يا حرام، انت بس بتحاول عايز بريك، انت عايز تحس ان في يوم بيعدي كده انا مع نفسي، انا بعمل اللي انا عايزه، محدش يكلمني، محدش عايز مني حاجه، انا تمام. فبالتالي انت لما تيجي ترفض بعد كده زي ما قلت لك، هترفض على اسس، هترفض بوعي، هترفض بتفكير. ويوم ما ترفض، يعني اتمنى منك ان انت ترفض باسلوب كويس، وده اصلا هيجي معاك بشكل تلقائي. لان انت لو قاعد تعبان ومش قادر ونفسك تنزل والله، بس انت مش قادر تعبان، فانا مش هتيجي على نفسك عشان تنزل يعني. والله انا مش قادر، جسمي مكسر، تعبانه قوي، انا افكر ادخل انام وبتاع، خلاص الموضوع خلص. في ناس بقى بتحب تضغط، في ناس بتحب تضغط، والضغط ساعات يولد العنف في رد الفعل. شيء طبيعي جدا لما حد كل يوم يزني يزني يزني، اذا فانت هتيجي في مره تقول له بقول لك ايه، بلوك. احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي. اللي انت هتعمله ايه؟ معركه بقى، مسابقه لقلقات، والبقاء للاقوى. كل ما يقولك حاجه، لا والله مش قادر. كل ما لا والله ما عنديش وقت، لا والله اصل عندي شغل، وهكذا. هيزهق بقى، ما خلاص هو مفيش غيرك في العالم يعني. هيدور على حد تاني ينزل معاه، هيدور على حد تاني يعمل معاه مشاويره، هيدور على حد تاني يشتكي له مشاكله وهمومه، هيدور وان شاء الله يلاقي ضحية تانية ملناش دعوة بيها. انا بكلمك عن نفسك انت، هتبقى اوعى تتخنق، اوعى تتنفخ من الزن، بحذرك يعني. وما تعبرش عن، يعني ما تقولش اصل انا بحاول افرض حدودي على الناس عشان انا عندي مشكله. لا لا، جواك، keep it inside here. انا والله مش قادر، مش قادر يا اسطى. في ناس كتير برضه تقول لك احساس اللا ده غير مريح يا اخي، مش عارف، كل ما بقول لا لحد ببقى قاعد يا ترى بيفكر ايه، يا ترى اتضايق، يا ترى زعل، يا ترى هيكلمني تاني. هيكلمك تاني حبيبي، ما تقلقش. ولو مش هيكلمك تاني، انت علشان انت عندك المشكلة دي، فانت فاكر ان انت لما تقول لأ دي حاجة غلط، انت اللي متسيستم على كده. انما المتلقي هو اتعود منك على حاجة قبل كده، بس هو تفكيره غير تفكيرك، منظوره غير منظورك، هو قاعد بيستلقى منك اللأ، ولكن هي مش بالحدة ومش بالتقل اللي انت فاكره ده. هيقفل معاك يكلم حد تاني عادي، مش حوار. هيقول لك مدير بتاعك هيقول لك انزل الاجازه دي احنا عايزينك في شغل، هتقول لا والله مش، اصلا انا عندي وعيلتي وامي وابويا وبتاع. هيكلم حد تاني، مش حوار برضو. مين اللي هيتضايق بقى؟ اللي هيتضايق الشخص اللي كان بيستغلك، ده هيتضايق anyways عشان تبقى فاهم. يعني هيتضايق لو كلمته بالراحه، هيتضايق لو كلمته بالهداوه، هيتضايق لو قلت له مبرر قوي جدا قهري، هيتضايق برضو. لان هو كان بيستغلك ومتعود منك ان انت موجود تحت اي ظرف وفي اي وقت. فهتيجي تقول له اصلا انا عندك حياة، انت يا صعلوك عندك حياة، طبعا هيتضايق. ده حلال فيه يتضايق، لان هو كان بيستغلك. انما الشخص اللي مش بيستغلك، بس هو فعلا ما كانش فاهم انت بتمر بايه او ايه المشكلة اللي عندك، فده هيبتدي ممكن يستغرب في الاول، بس مش خلاص خلاص عنده شغل، بيقول عنده شغل، تاني يوم بيقول عنده بتاع، خلاص الدنيا هتمشي، الدنيا هتمشي. في حاجة بقى أخيرة كنت عايزة أقولك عليها. فاكر في الأول الفيديو لما قلتلك أدركت إن محدش هيحترم وقتك ومشغولياتك وأحاسيسك ومشاعرك وكل الكلام ده من نفسه لمجرد إن هو عارف عنك معلومة معينة؟ يعني لو عارف إن أنت حساس مش معناه إن هو هيحترم مشاعرك. ليه؟ دي حاجة بتاعت ربنا، معرفش. البني آدمين بيميلوا إلى إن هما لازم يحصل موقف فيربط الأحداث، يعني لازم يحصل اكشن عشان يربط الاحداث. يعني انت لو حساس ومش بتبين ان انت حساس، فهو ما يعرفش. لو انت مشغول بس كل ما يقولك على حاجه بتقوله ماشي، فهو ما يعرفش مهما كان بقى. يعني انا افتكر
في مره من المرات في شركه كلمتني عشان نعمل شغل، فقلت لهم يا جماعه والله انا متاحه اي كوميونيكيشن ميتنج بتاع من الساعه 5 بالليل لحد الساعه مثلا 10، لان انا بشتغل من 9 ل 5 فانا ما بكونش فاضيه. انا قلت اهو، عبرت وقلت كل حاجه. كلمني مره حد من الشركه الساعه 2 الظهر، رديت. هل قلت يا جماعه اصل انا رديت عشان كان عندي بريك ولا عشان كان عندي 5 دقايق فاضيين فانا رديت؟ لا، ما قلتش حاجه. اليوم اللي بعديه كلموني الساعه 10 الصبح، اليوم اللي بعديه كلموني الساعه 8 الصبح، مع ان انا قايله في الاول انا فاضيه من 5 ل 10، ولكن علشان انا ما قلتش ده تاني وما فرضتش الحد او الباوندري، او ان انا قلت ان ده انا مش فاضيه فيه تاني، او بكل بساطه ما ردتش، انا ما عملتش ولا حاجه من دول. فافترضوا ان انا يا اما بستهبل، يا اما انا فاضيه، يا اما نسيوا اصلا انا قلت ايه، وهكذا. فانت لازم تفرض خطوطك العريضه في كل انتر اكشن يحصل، يعدي خطوطك العريضه. يعني في كل مره حد يعدي لك خط انت لازم يبقى ليك رياكشن. ليه؟ لان هو البني ادم كده، المعلومه هتثبت لما يحصل رياكشن. اخر حته بقى عايزه اتكلم عليها وهي احترامك لنفسك، واحترامك لوقتك، واحترامك لمجهودك فعليا بينك وبين نفسك. هو ده اللي هيخليك تاخد رد فعل ايجابي غير سلبي تجاه حمايه الوقت والمجهود ده. انت بقى بافعالك اللي بتدعم اقوالك دي اللي هتخليك تعرف تعمل كده ما بين الناس اللي انت عايز تعالج علاقتك معاها بحيث انها تكون علاقة متوازنة. فلازم في كل مرة يحصل اي شيء انت لسه قبل ما تفكر هيجي على وقتي، هل انا قاعد بعمل حاجة دلوقتي، هل انا هتشتت عن الحاجة اللي انا بعملها، هل تسأل نفسك كده مجموعة اسئلة، وبعدين ترد، وبعدين تدعم بفعل. الفعل ده ساعتها هيكون ان انت هترفض او هتقبل بقى على حسب وضعك وظروفك. فما تتوقعش ان انت لما يكون عندك هدف عايز تعمله، حاجة عايز توصل لها، بتروح الجيم، بتصلي، بتصلح علاقتك مع اهلك، بتذاكر، بتعمل اي حاجة مفيدة، ما تتوقعش ان هي لمجرد انها حاجة مفيدة وهي بديهيا انت بتفيد نفسك ان الناس هتفهم ده وهتقدر ده. بالعكس، هتلاقي 100,000 بني ادم يقولك ايه الهبل ده وايه اللي انت بتعمله ده، ويا عم تعالى، ويا عم تعالى نروح، وتعالى نعمل. وانت لو مش دماغك مش صاحية ومش واعي ان انت التأثير ممكن يبقى قوي جدا عليك، بالذات لو انت شخص عندك بذرة ارضاء الاخرين، انت اهدافك والحاجات اللي انت عايز تعملها اللي محتاجة منك التزام وان انت تحط وقت ومجهود حقيقي كلها مش هتنفع، مش هتمشي. فلازم في ناس معينة لازم تتبع معاها اساليب انه انا اللي هفرض احترامي لنفسي وللي انا بعمله ولهدفي على اي حد تاني. وعلى فكرة ممكن تعمل الموضوع ده بشكل جوكينجلي وبشكل مازح يعني وبشكل كوميدي، مش لازم كل حاجة تبقى قفش، ولكن انت اللي مسؤول عن فرض احترامك واحترام اهدافك على الغير، مش العكس. ما تستناش حد يحترمك، محدش يحترمك، محدش يحترم اللي انت بتحاول تعمله، محدش فاهم اصلا انت عايز تعمل ايه او ليه وقد ايه الحاجة اللي انت بتعملها دي مهمة بالنسبة لك. ما تتوقعش ان حد يفهم الكلام ده، وما تبررش نفسك لحد، وما تقعدش تقول لا انا عايزه اخس عشان انا اتخنت قوي، انا اتضايق، انا لا 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 خالص خالص. ايه يا جماعه والله انتوا رايحين نازلين تاكلوا، انا مش هاكل الاكل اللي انتوا هتاكلوه، اشوفكم بعد الخروج ان شاء الله، اكون انا خلصت جيم ونتقابل بره. وحاول تلاقي حلول، حاول تلاقي حلول في النص. يعني ان انت تشوف صحابك وتروح الجيم في نفس الوقت، ان انت تعمل حاجه تقعد مع اهلك مثلا وتذاكر في نفس الوقت. حاول تلاقي حلول، وما تفتكرش ان في حل واحد وصريح هو اللي هيحل لك المشكلة من بابها الى نهاية العمر. لا، انت طول ما انت في الحياة هتفضل تقابل ناس، اللي هيحترم واللي مش هيحترم، اللي هيقدر واللي مش هيقدر، اللي هيفهم واللي مش هيفهم. وانت بقى بنظرتك للاشخاص اللي حواليك انت اللي هتعرف تحدد مين بيحترم. يعني انا مثلا عندي ناس من صحابي لما ما بردش على التليفون ما بيتصلوش تاني، خلاص هم اوتوماتيكلي في دماغهم نور اكيد بتعمل حاجه ولما تشوف التليفون هتبقى تكلمنا. في ناس تانية في حياتي برضو، ولكن لا، زن 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 لحد ما تردي، ولما تردي ايه بكلمك بقى دي 6 مرات ما بترديش. فاللي هيفهم ده ممكن تتيك ايزي معاه على الاخر، واللي مش هيفهم هو اللي محتاج افعال حاسمه من الاول. اتمنى تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه، ويا ريت تحاولوا تطبقوا الحاجات دي بشكل متوازن
بالهداوه يا جماعه عشان محدش يقفش عليكم. وما تصدقش حد اللي يقولك يزعل والناس تزعل وتولع والكلام ده، لان الكلام ده مش صح. احنا مش عايشين في الدنيا لوحدنا ومش هنعيش في الدنيا لوحدنا. وصدقوني انا عشت كل الحالات اللي ممكن تتخيلوها في محاولة ان انا اتخلص من عيوب معينة في شخصيتي. وللأسف في حاجات اخدت زي ما قلت لكم، اخدت الجانب الاكستريم فيها وشطحت خالص. وبعد كده رجعت تاني، اتوازنت وبقيت متوازنة جدا في كل افعالي، وبصلح عيوبي كمان بشكل متوازن. يعني انا ما بحاولش كمان ان انا افرض حلولي على الناس. فاتمنى تكونوا اتبسطتوا بهذه الحلقه واستفدتوا، واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من منظور بنت عشرينيه مصريه. اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب واعملوا كومنت عشان ده بيخلي الكونتنت، ما اعرفش فيه حاجه بتحصل في الكونتنت لما انتوا بتعملوا كده. يلا باي باي.